مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في قضية مؤلمة هزت مشاعر الكثير من الجزائريين وأثارت حالة كبيرة من الصدمة والحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لا تزال تفاصيل وفاة الطفلة الصغيرة جوري تثير الكثير من التساؤلات، خاصة بعد ظهور أخبار وروايات متداولة وصفت بالخطيرة جدا. فبعدما اعتقد كثيرون في البداية أن الطفلة قد توفيت إثر حادث سقوط مأساوية من أحد الطوابق، بدأت خلال الساعات الأخيرة تنتشر رواية أخرى صادمة على نطاق واسع تقول إن الطفلة جوري لم تسقط بشكل عرضي كما تم تداوله أولا، وإنما تعرضت حسب الأخبار المتداولة حاليا لاعتداء عنيف بواسطة آلة صلبة من طرف جارتها قبل أن يتم رميها من الطابق الرابع في محاولة لإظهار الأمر وكأنه حادث سقوط عادي. هذه الرواية أثارت موجة كبيرة من الغضب والحزن والخوف بين المواطنين، خاصة وأن الحادثة تتعلق بطفلة بريئة وفي ظروف توصف بالمؤلمة جدا. كثير من المتابعين عبروا عن صدمتهم الكبيرة متسائلين كيف يمكن أن تصل القسوة إلى هذا الحد وما الحقيقة الكاملة وراء ما حدث فعلا. لكن وفي المقابل من المهم التأكيد أن كل هذه المعلومات لا تزال في إطار الأخبار المتداولة بين الناس وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتم لحد الآن تأكيدها بشكل رسمي من طرف الجهات المختصة. لذلك تبقى الحقيقة كاملة بيد التحقيقات الأمنية والقضائية الجارية. وحسب ما يتم تداوله حاليا فإن السلطات الأمنية باشرت تحقيقا معمقا لكشف جميع الملابسات المحيطة بهذه القضية المؤلمة ومعرفة كانت الوفاة ناجمة فعلا عن حادث سقوط أو أن هناك خلفيات أخرى وراء ما حدث. وفي انتظار ظهور نتائج التحقيق الرسمية تبقى القلوب موجوعة على رحيل الطفلة الصغيرة جوري وسط دعوات واسعة بأن تظهر الحقيقة كاملة وأن ينال كل مسؤول عن هذه المأساة جزاءه إن ثبتت أي شبهة جنائية. رحم الله الطفلة جوري وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.